آخر حاجة كنت ممكن أتوقعها منك يا ستيفانو روستي إنك تصحى من النوم كده تقول لي أنا ممكن أتحدى الفنانة حنان عثمان. جميل جدا الشاطر اللي أنت بتحكي فيه ده، بس أحب أفكرك بحاجة مهمة أوي. محسوبك جوكر، أنا ممكن أعمل أي حاجة. عندك مثلا باليتة الألوان دي، أبص لها كده مرة واحدة تلاقيها بترسم لوحدها. ده مش بس كده، ده أنا ممكن أغني، ممكن أرقص 10 بلد و6 بسرعة. أو اشتغل يا حبيبي اشتغل، دي كانت فرصة سعيدة جدا يا إكسلانس. أشوفك بكل خير يا شاطر. لك يا عبد الفتاح يا أسري، هو أنت سايب لي فيلم ابن حميد وجاي بقى يعني تدخل نفسك معانا في الاحتفالية كده بالعافية؟ احتفالية؟ جرى إيه يا أخوي؟ أنا ساب نورماندي 2 وجاي أعمل معاكم نورماندي فور ايفر. أنا محدش يقف قصادي، محسوبك مرعش. وبعدين هقول لك شيء مهم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. بقول لك يا ذكي يا رستم، انت شكلك ليه مستغرب قوي كده؟ الحقيقة انا مش مصدق اللي بيحصل حواليا وانا جاي السيمبوزيوم على فجأة. ومش بس مصدق، ده ميدان المساحة وهو كله دق وجيزة في نفس الوقت. انا مش عارف ازاي تنسوا ان انتوا تدعوني لهذه الاحتفالية. انا لما المجتمع والرأي العام بيسألني ما رحتش ليه، أنا بعد ما كنت فعل بقيت رد فعل. ولا قانون أرشميدس للطفو. طفو إيه؟ أنا مش عارف أنا بقول إيه. يلا بقى احتفلوا براحتكم. ورايا ذاك يا رستم، أنت فاكرني عشان جالي زي واحد نينجا آسيوي هيخيل عليا؟ هبلعها زي بقية الناس اللي بتشوفك ومش واخدة بالها؟ لا شاطر، أنا عارفك كويس قوي، أنا واخد بالي. أنا جوكر يا بابا، أنا أخد بالي من أقل حاجة. اشتغل يا حبيبي اشتغل. ده رأيه يا ستيفان، أنت تحاكمني يا أخي؟ أتخفف زنجي آسيوي، زنجي أفريقي، هندي، ياباني، أنا حر يا أخي. أنا فنان ومطلوب مني إن أنا أؤدي جميع الشخصيات. ده من قبيل مهنتي وفني اللي لابد إن أنا أتغير فيه كل شوية وأدي جميع الأدوار. قدر ده يا ستيفان معايا. بقول لك ايه انت وهو، اسكتوا شويه ونقطونا بسكاتكم. خش يا محمد يا شريف، اضرب وشجينا وسمعنا.